اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله النهارده كده هنشوف الكتاكيت بتاعتنا اللي كانت فاقسه كده تحت البطه. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الله. طبعا يا جماعه دولت اللي هم السمر دول كانوا كده. نمسك واحد. بسم الله. تعال ما تخافش. اهو اهو بيجي. هم السمر دولت هم اللي فاقسين تحت البطه. انما الكتاكيت التانية الخمس كتاكيت دولت انا شارياهم بقى ايه امبارح كده. جبتهم قلت نربيهم معاهم. جبت 5 كتاكيت ساسو. دول كتاكيت ساسو حمر دول. دول كتاكيت ساسو. قلت نربيهم كده مع بعض. انا ما جربتش اللي قبل كده من زمان خالص، فما جبتهمش تاني، فقلت نرجع كده نحاول نجيب الساسو تاني ونشوف هو يبقى حلو ولا ايه بالمره. يعني هما الكتاكيت اللي طالعه من تحت البط 10، وجبت الخمس الكتاكيت الساسو دولت. جبت الكتاكيت الساسو دول على كام يا فاطمه؟ جبتهم الكتكوت ب25 جنيه. جبت الكتكوت ب25 جنيه، والابيض كان ب30 جنيه. رجع رفع تاني بعد ما نزل كان ب27. بسأل الدكتور البيطري، فاقول له الكتكوت الابيض النهارده بكام؟ قال لي ب30 جنيه. رجع رفع تاني، بيقول لي تقريبا مش ناويين يتنازلوا عن السعر ده. والساسو جبته ب25، كان بيقول لي ب23. رحت اجيبهم قال لي ده ب25 عشان الابيض رفع. زي ما يكونوا بقى هنجيبهم هناخدهم وخلاص. تمام. إيه. طبعا الكتاكيت بتاعتنا دي يا جماعه مش بلدي. الكتاكيت السودا ديت مش بلدي. انا عايزه امسك واحد اهو. ده كده مش كتكوت بلدي. الكاميرا قريبه. ده كتكوت بزراميط. بزراميط يعني ايه؟ يعني خليط بلدي مع هندي اهو. تمام. دول مش كتاكيت بلدي، دول كتاكيت بزراميط. تمام. ان شاء الله كده ربنا يبارك لنا فيهم باذن الله كده. طبعا هم خلصوا بقى الاكل. نشوف كده نجيب لهم اكل تاني. نغسل الطبق بتاعهم. وكمان السقايه بتاعه الميه برضه اهيت مليانه بتاع قش فرشه من اللي تحتهم. برضه نغيرها كده وننضفها. اهم حاجه يا جماعه في تربيه الكتاكيت النظافه بتاعه الفرشه. يعني الفرشه اتوسخت تحتهم تشيليها. تمام. وقبل ما تتوسخ كمان الميه تبقى نظيفه، تغيريها وتغسليها السقايه باستمرار. تاني الكتاكيت معاكي حلوه. الاكل بتاعهم ما ينزلش فيه وساخه. تمام. اقصد ما يعملوش فيه حمام او براز وتسيبيهم ياكلوا منه. تمام. طبعا انا هحط لهم العلافه، بس هو دلوقتي العلافه برضو واسعه عليهم بينزلوا فيها. يعني النهارده كمان كده ولا حاجه، وابدا احط لهم ان شاء الله العلافه بكره باذن الله يا رب. هنغير بقى الميه ونحط لهم الاكل بتاعهم. ونقول لكم ان شاء الله كمان على الخلطه بقى بتاعت الفراخ البيضه. سقوه كده ان شاء الله. لو كتاكيتك عندهم برد طشمه، التشحيره اللي بتبقى عندهم تلاقي صدرهم بيخروش دي، سقوه حلوه جدا. هتعالج لك البرد بانواعه. اي برد عندهم هتشيلهولك خالص باذن الله يا رب. سقوتين 2 ويمكن من اول سقوه هتحسي بالفرق. تمام. احنا مش هنعملها الكتاكيت البلدي. الكتاكيت البلدي دي دلوقتي معانا احنا بنحط لها لسه اللي هو التحصين. بنحط لها دلوقتي تحصين. هما لسه تاني يوم والتالت ده هنكمل برضو بالتحصين على قد ما العلاج يكفي معايا. هحط لهم تحصين كفى 3 ايام 4 ايام هحط لهم تحصين. تمام. نروح بقى نغير الميه والاكل وارجع معاكم تاني باذن الله. خلاص انا كده جبت لهم ميه وحطيت لهم فيه الدواء بتاع التحصين. كمان هحط لهم بقى الاكل اهو عشان هم جعانين. انا حاطه لهم طبعا البادي على بادي 23%. جعانين ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طبعا الكتكوت بسم الله ما شاء الله. الكتكوت حلو وباين عليه ان هو حلو. يقلب نفسه بسرعه ازاي ما شاء الله. بس يا نص بالكتاكيت. هما بقى كده خلاص. انا كده خلصت معاهم كده خلاص. بقى معاهم اكلهم والميه بتاعتهم. اللهم صل على النبي. يعني دول يا جماعه سن يومين 3.
انما يعني الساسو ده انا جايباه امبارح، ان ده تاني يوم له. تمام. انما البلدي ده، ده بقاله يعني حوالي 4 ايام. تمام. الريش بتاع جناحه بدأ يبان اهوت كمان. الكتكوت ده بسم الله ما شاء الله، تحس ان هو عامل زي كتكوت الجميزه. نسيبهم بقى ونروح كده نشوف. طبعا تركبي الكتاكيت بتاعتك اللمبه الحمراء ديت عشان بتطلع تدفئه ليهم. تمام. اهم حاجه تدفي الكتاكيت في الشتاء، تاخدي احسن تربيه. تدفي الكتاكيت في الشتاء تلاقيهم بسم الله ما شاء الله. تعالى تعالى. تمام. نسيبهم بقى كده ونروح للفراخ البيضاء عشان نعمل ايه الوصفه بتاعت البرد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده جايبين الفراخ البيضاء بتاعتنا. طبعا يا جماعه انا ببقى عامله الشباك كده التهويه بتاعتهم بالليل، برش افتح جامد عشان الجو بيبقى برد، بس لازم يبقى فيه تهويه للمكان. تمام. اهم حاجه يا جماعه في تربيه الفراخ البيضاء، في اي تربيه فراخ، ان يبقى فيه تهويه للمكان، تبقي مهويه للمكان. طبعا دلوقتي الجو حلو، فانا هبدا ان انا اوسع كده شويه ومش هفتح جامد. يعني ما تفتحيش الحاجه اللي انت بتهوي منها مره واحده كده، برضو هياخدوا منك لفشه برد. تهوي بالراحه واحده واحده. يعني انا هويت شويه اهوت، احط لهم مثلا الميه والاكل، وبعدين اهوي بقى الايه التهويه اللي انا عايزه اهويها. كنت هتفتحي الباب شويه، واربي الباب شويه، واربي الشباك كده. المهم ان هم ما تفتحيش مره واحده ياخدوا منك لطشه برد. تمام. مخلصين الاكل برضه، نحط لهم الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اهو 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 اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. خلاص يا جماعه، دي السقايه بتاعتي ديت 3 لتر. هحط عليها ايه؟ هحط عليها نص ليمونه اهو، نص ليمونه. هحط عليها كمان قرص ريفو اهو، قرص ريفو. طبعا انا مدقدقاه كده بحاجه عشان يبوش بسرعه معايا، عشان الاسبرين مش بالسهل ان هو يبوش معاكي بسرعه في الميه، بياخد وقت على ما يبوش. فانا دقدقته بحاجه كده، فرفته يعني، فرفته خالص، نعمته كده وحطيته على سقايه 3 لتر. ده لو فراخك عمرها كبير زي بتاعتي كده. طبعا الفراخ بتاعتك لسه صغيره شويه، هتحطي على السقايه اللي هي اللتر وربع ديت، هي بيتقال عليها لتر بس هي بتبقى لتر وربع، بتحطي عليها نص قرص بس. تمام. انما بتوع انا كبار، انا حطيت على قرص على 3 لتر اهو، حتى السقايه كمان مش مكمله 3 لتر، بس انا هحطها كده عشان انا عايزاها تبقى مركزه. تمام. طبعا انا فراخي مش عندهم برد جامد قوي، بس يعني ايه، يعني كوقايه برضو هحطها لهم، عشان يعني ايه، انا شايفه البراز مش مظبوط قوي، فانا حطيت كده ايه، يعني لونه مخضر. يعني انت لو لقيتي البراز بتاع الفراخ بتاعتك لونها مخضر، تحطي لهم الريفو ده مع نص ليمونه، مع كمان نص كوبايه شاي تقيل. تمام. إيه بس انا ما عملت لهمش الشاي دلوقتي، انا كنت مستعجله فحطيت نص ليمونه والريفو. تمام. برضو ما فيش اي مشكله، لكن عايزه تزودي الوصفه كويس، حطي كمان عليها نص كوبايه شاي تقيله. بتغلي كوبايه شاي، كوبايه ميه تحطيها في الابريق، كوبايه ميه وعليها معلقه شاي تقيله، معلقه شاي. تمام. وتسيبيها تغلي، وبعدين تطفي عليها وتسيبيها تبرد، وبعدين تحطي نص ليمونه والقرص الريفو على 3 لتر ميه. تمام. وزي ما قلت نص قرص على اللتر الميه بس. تمام. هنحطها لهم بقى كده وارجع لكم تاني باذن الله. خلاص انا حطيت لهم كده الميه بتاعتهم. جماعه الوصفه دي حلوه جدا قوي للفراخ، الفراخ البيضه، الفراخ البلدي، اي كتاكيت عندك، اي فراخ عندك حلوه قوي ليهم، ولا هتلاقي طشم ولا عطس ولا التشهيره بتاعت الصدر دي. ولو حطيتيها لهم خلاص والبرد كويس ومعاكي، بس لسه في اللي هي التشحيره اللي بتبقى في الصدر ديت، ممكن بقى تحطي لهم موسع شعب. اي موسع شعب عندك في التلاجة مثلا بتاع اطفالك ولا حاجه، ممكن تحط لهم سنتي او 2 سنتي على اللتر. تمام. ممكن تجيب لهم موسع شعب برضو من عند البيطري، برضو كويس قوي، بيبقى بالنعناع كده حلو قوي. ده لو لسه فيه
التشحيره بتاعت الصدر دي. تمام. لكن ان شاء الله باذن الله دي هتظبط الفراخ معاكي حلوه قوي. انا بستعملها على طول مع الفراخ بتاعتي، ما شاء الله بتديني نتيجه جميله جدا. تمام. عايزه اوريكم حاجه يا جماعه كمان، والله يعني ايه عشانكم بس. يعني لو لقيتي، بصي معايا كده عافاكم الله، لو واخدين بالكم من الاسهالات اللي في درج السبله ده، اسهالات البني العسله دي. تمام. طالما انت مديه جرعه الكوكسيديا تمام ماشي. لسه بقى في اثر للبراز البني العسلي ده، عشان ناس كتير بتعاني منه يا جماعه، وانا كنت زيكم كده. تمام. انت ممكن بقى تعملي لهم وصفه حلوه قوي للحاجه دي. هتعملي لهم ايه؟ هتجيبي معلقه شيح من اي عطار، قولي له عايزه ب5 جنيه ب3 جنيه هيديكي. ب5 جنيه شيح هيظبط معاكي وقت كبير جدا الشويه دول. هتجيبي معلقه منهم، معلقه واحده بس، على كوبايتين ميه، وتغليهم على النار، وتحط لهم منها سقوه يا بالليل يا بالنهار للفراخ بتاعتك او الكتاكيت. بس من بعد عمر مثلا 15 يوم للكتاكيت البيض، بعد عمر 15 يوم. تمام. تبداي ممكن تحط لهم، وبعد ممكن عمر 10 ايام، بس ما تزوديش السقو. تمام. لو فراخ كبيره او بعد ال15 يوم حطي، وما تخافيش وما تقلقيش من اي حاجه، لانها اعشاب مش هتضر اي حاجه. تمام. هتضيع معاكي الاسهالات دي خالص، واي اسهالات تانية مش الاسهالات العسلي بس، اي اسهالات تانية استعملي لها الشيح دي حلوه قوي. وصفه جميله جدا الشيح ده. هتحطي معلقه على كوبايتين الميه وتغليهم على النار، وبعد كده تاخدي 5 سنتي على اللتر الميه، 5 سنتي على اللتر الميه. خلاص يا جماعه عافاكم الله ان انا وريتكم يعني الحاجه ديت، بس والله كمعلومه للي ما يعرفش. تمام. كمان البراز المخضر اللي انا قلت لكم عليه برضو بيبقى عادي، براز عادي بس مخضر شويه، ده برضو بقى بنعمل له الوصفه اللي انا عملتها معاكم النهارده دي، بتبقى حلوه قوي. تمام. لحد هنا يا رب الفيديو يكون عجبكم. جماعه ادعموني باللايك بالله عليكم، ما تنسونيش في اللايك. لو استفدتوا حتى ولو مجرد استفاده بسيطه من الفيديو، ادعموني باللايك، واشتركوا في القناه لو لسه اول مره حد يشوفني ويفتح الفيديو بتاعي. ان شاء الله باذن الله. وده كان اخر الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.